مساء الخير عليكم، وحشتوني جدا جدا الفتره اللي فاتت ديت. انا عارفه ان انا ما كنتش متواجده معاكم كتير، بس خلاص من هنا ورايح هنبتدي بقى الفيديوهات الحلوه مع بعضينا. النهارده هنعمل مع بعض فيديو حلو جدا ومميز. النهارده هنعمل الشاورما اللحمه بمناسبه العيد، عشان الناس اللي تحب تجدد بقى تاني يوم او تالت يوم العيد. معروف عند الناس كلها ان اول يوم العيد دوت فته ولحمه، فاللي يحب يغير بقى. في ناس بتحب تشوي الريش، في ناس بتحب تعمل حاجات تانية مختلفة، فتة شاورما او سندوتشات شاورما. المهم عشان ما اطولش عليكم، النهاردة هنعمل مع بعض شاورما لحمة. معايا المقادير بتاعتي بسيطة جدا وسهلة. معايا نص كيلو من الستيك مقطعاه تقطيع حتت الشاورما. معايا قطع من اللية برضو مقطعاها شرايح، وممكن تحطي دهن، ممكن تحطي منديل ضاني، اي حاجة من الحاجات ديت. ممكن بقى تحطوا قطع من المنديل الضاني، ليا دهن، اي حاجة تعمل ريحة وتدي تست عالي للحمة بتاعتنا. المهم ان احنا معانا النهاردة في المقادير، معايا بابريكا، ومعايا صويا صوص، معايا بهارات للحمة، لحم الستيك، معايا فلفل حصى احمر على اسود على ابيض، معايا زيت من الزيتون، معايا بصلايه مبشوره كويس جدا وحط عليها معلقه من الخل عشان تنزل الميه بتاعتها، معايا كوبايه من الزبادي، معايا معلقه قرفه. هنبتدي المقادير بتاعتنا. اول حاجه هبتدي ان انا احط معلقه من الصويا صوص، وطبعا مش هنكتر من الملح عشان احنا حطينا صويا صوص. هنحط رشه من البابريكا، رشه محترمه طبعا. هنحط فلفل، سوري، بهارات الستيك، بالشكل ده. هنحط الفلفل، هنحط رشة صغيرة من الملح طبعا، هنحط رشة من القرفة، هنحط معلقة كبيرة من الزبادي، هنعصر البصلاية بتاعتنا ونحط المية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده انا بعصر التفل بتاع البصل كويس جدا، ودي المية بتاعة البصل عشان احنا مش هنحتاج في الوصفة بتاعة الشاورما بتاعتنا غير مية البصل بس. هبتدي بقى بعد كده احط معلقة من الزيت، معلقة من زيت الزيتون، تقدروا تحطوا زيت ذرة او اي نوع زيت انتوا تحبوه. وهبتدي ان انا اقلب الخلطة دي كلها مع بعض كويس جدا. وقلبنا بقى الشاورما بتاعتنا كويس جدا، هنغطيها ونحطها في التلاجة ساعتين. اللي عايز يعمل الحركة دي قبل ما يعملها بيوم تمام، هتبقى حلوة جدا وجوسي وهتبقى اخر جمال، ما اقولكوش. بس مش قادرة اقول لكم بقى على البهارات والحاجات اللي احنا حطيناها دي، الريحة اللي طالعة منها ايه، ريحة جبارة تتاكل. هنغطيها بقى زي ما قلت لكم، نحطها في التلاجة لمدة ساعتين، واللي يحب يبيتها في التلاجة هتبقى احلى واحلى. بس انا عشان محتاجاها بعد ساعتين فهعملها معاكم بعد ساعتين. ودلوقتي بقى هندخلها التلاجة ونقطع الفلفل بتاعنا والكزبرة بتاعتنا، وهوريكم بقية المقادير. ويلا بينا دلوقتي، يلا بينا نقطع الفلفل بتاعنا والكزبرة عشان الشاورما بتاعتنا. وبنقطع الكمية بتاعت الفلفل كلها، يعني هتبقى حسب الفلفل، حسب كمية اللحمة اللي احنا جايبينها. طبعا احنا جايبين نص كيلو من اللحم الشاورما، قطعت معاه قرنين فلفل. ممكن تحطوا كمان فلفل اخضر كده يبقى مدي شكل جمالي كده، احمر مع اخضر مع اصفر، بس انا جايبه احمر واصفر بس. تمام تمام. ان شاء الله لما تجربوا الوصفه بتاعتي ديت بنفس المقادير والتوابل اللي انا بهرت بيها الشاورما وتعجبكم، تبعتوا لي في الكومنتات بتاعتكم الحلوه الجميله وتقولوا لي ايه رايكم. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتي.
الخضراء حتت صغيره كأنها مفرومه زي ما انتوا شايفين معايا كده. الكزبره والليه ديت اهم من الفلفل ومن كل حاجه، هي اللي بتعلي التست معانا كويس جدا. شايفين مفرومه بالشكل دوت ازاي، حتت صغيره جدا. كده حضرنا الفلفل وحضرنا الكزبره بتاعتنا. نحضر الطحينه وبعدين نروح على النار ونعمل الشاورما بتاعتنا. احلى ان شاء الله شاورما هتعجبكم جامد جدا. انا حطيت الجريلا بتاعتي تسخن كويس على النار زي ما انتوا شايفين، ومعايا ليا ومعايا مكعب من الزبده. دلوقتي انا سخنت الجريلا بتاعتي على النار، الجريلا بتسخن، ومعايا معلقه كبيره من اللي هي المفرومه، ومعايا مكعب من الزبده. تمام او كده لحد كده. دلوقتي هحط مكعب الزبده بتاعي، هضيف مكعب الزبده، مكعب الزبده بس. طبعا احنا كنا حاطين في الشاورما بتاعتنا اللي هي مفرومه برضو بس متقطعه مكعبات، ولحم الشاورما بتاعنا. كده الجريلا بتاعتنا سخنه جدا، لازم الجريلا تبقى سخنه. اللي هي المفرومه مش هننزل بيها دلوقتي، هقول لكم هننزل بيها امتى. دلوقتي بقى ننزل ايه بحبه حبه من الشاورما عشان ايه ما تجيبش ميه. كده احنا حافظين كويس عشان ما تجيبش ميه. مش قادره اقول لكم على جمال الريحه، حاجه حكايه. مش هنقلب عشان ما تجيبش ميه، النار بتاعتنا تبقى عاليه كويس. هلم كده على جنب بعد ما خدت الصدمه وانزل بالجزء الباقي. طبعا سامعين صوت الطشطشه الرهيبه بتاعتنا، شايفين كده الشاورما بتاعتنا بقى شكلها عامل ازاي. دلوقتي بقى هبتدي ان انا انزل بالليه بتاعتي. دي ليه مفرومه، مش قادره اقول لكم على الريحه، كأننا واقفين عند افضل محل في مصر وقدامنا سيخ شاورما. وبعد ما نزلت بالليه دلوقتي بقى هنزل بكميه الفلفل بتاعتي. شايفين منظر الجريل بيتحدث عن نفسه. نجيب من فوق لتحت كده، شايفين الشكل وريحه الليه ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا جماعه.
شايفين شكل اللحمه بتاعتنا طريه وجوسي ازاي. وبعدين هبتدي ان انا انزل بالبقدونس بتاعي. كل ما بنضيف حاجه الريحه بتطلع احلى واحلى. طالما حطينا البقدونس او الكزبره كل واحد حسب ما بيحب، يبقى احنا كده خلاص في المرحله النهائيه. عشان ما ينفعش ان البقدونس بتاعنا او الكزبره ان هو لونه يغير، لازم يفضل لونه اخضر كده وجميل. كده خلاص خلصنا الشاورما بتاعتنا. يلا بينا نعمل سندوتشات الكايزر بالطحينه. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس ليوصلكوا كل جديد من فيديوهات مطبخ اسيل.